شفت روبرتو كارلوس قال ايه على ميسي؟ هتتفاجئ. نجم البرازيل ونادي ريال مدريد السابق روبرتو كارلوس كان تنبأ بمستقبل ميسي 2006، وده بعد اللي عمله فيه ميسي. طب عمل فيه ايه؟ هقول لك. بامانه التصريح ده فاجئني انا شخصيا، لانه تصريح مثير من اسطوره بحجم روبرتو كارلوس، فلما يقول كده يبقى اكيد ده تصريح تاريخي. روبرتو كارلوس كان شايف انه محظوظ لانه ما واجهش مارادونا الجديد كتير، وقصده هنا على ميسي. وقتها كان غادر كارلوس صفوف ريال مدريد في 2007، بينما كان ميسي لسه في بدايه رحلته مع برشلونه. وبيتذكر كارلوس مواجهته الاولى مع ليونيل ميسي في 2006 لما كان برشلونه بيلاعب ريال مدريد في البرنابيو، واللي فاز بيها المرنجي 2-0. وقال الاسطوره البرازيليه في تصريحات: ميسي راوغني انا وكانافارو. انت متخيل حجم الاساطير اللي بقول لك اسمها روبرتو كارلوس وكانافارو؟ ميسي راوغهم الاثنين. فالتفت روبرتو كارلوس الى كانافارو وقال له: يا الهي من هذا اللاعب؟ انه مارادونا الجديد. وكمل: قلت لنفسي ان انا محظوظ ان انا هعتزل قريب، وسالت نفسي ازاي هيتاقلم الجيل الجديد من المدافعين مع هذا اللاعب. دول مش هيتعبوا معاه، دول هيكافحوا معاه. وده فعلا اللي شفناه والكباتن في مسيره ميسي كلها. وكمل كارلوس: كنت عارف ان هذا اللاعب هيكون افضل لاعب في العالم، وانه هيفوز بكل شيء، وانه سعيد انه شافه اكتر مما لعب ضده. في رايك ابو الكباتن في تصريحه الاسطوره روبرتو كارلوس على الاسطوره ليونيل ميسي؟